السوق بيتغير بسبب كل فترة. في الأول والآخر موضوع القماش هو موضوع ديزاين ستايل، ناس بتحب حاجة فبتقدر تشتغل عليها. في المصادر الطبيعية بتفضل عايشة معانا ما بتتأثرش، إذا كان قطن أو كتان، الصوف ساعات، وكمان الحرير. ولكن اللي بقى معانا عايش الخط كله ما حدش بيقدر يستغنى عنه البوليستر، بسبب إن الخامة بتاعته هي خامة مصنعة. الخامة بالنسبة لهم بيقدروا يشكلوه بأي شكل من أنواع في الغزل، بناء عنه السعر بتاعها رخيص، فقدرت تخش كل الاسواق وقدرت تلعب على شرائح كتيره، بالذات الفئات اللي محتاجه قماشه بسعر رخيص في اسواق كتير منها دلوقتي، بسبب التضخمات الاقتصاديه الموجوده في العالم كله خلت كل الناس بقت تروح للبوليستر. يجي معانا بقى جنب البوليستر خامه طبيعيه. جينا فترات من 2011 12 لحد 17 18 الناس بتحب القطن، تحب تشتغل عليه. كان جه عليه فتره كمان بيتعمل برنت. موضوع التكنولوجي كمان في موضوع الطباعه مع الاقمشه طور في الفترات الاخيره، فقدر يشتغل على القطن. خد فتره كبيره الناس مبسوطه بيه. الفترات الحاليه دلوقتي احنا بنتكلم كتان، الناس مبهوره جدا بخامه الكتان، تدخلها في حتى خامات كتيره، مش بس في الملابس، بقت فرنيتشر، في الكارتنز، تشتغل معاه في حاجات كتير. الفترات الجايه هل هيفضل السوق ماشي بنفس الكتان؟ ممكن يتغير، ممكن يخش ديزاين تصميمات كتيره للاقمشه، تشغل صوف، ترجع الحرير تاني والالفينات، ما نعرفش. ولكن الاكيد هيبقى لاعب اساسي في كل الاسواق العالميه هو البوليستر، بقى النجم السوبر موجود على كل الموائد السوق يعني.